في واحد كان بيحكي وبيقول: زمان وانا في الاعدادية كنت انا وكم واحد من صحابي متعودين نزوغ من المدرسة وننط من على سور المدرسة لسبب وجيه جدا، وهو ان جنب المدرسة كان في فرن عيش بلدي وجنبه راجل بيقلي طعمية سخنة مقرمشة. كنا نروح نشتري رغيفين ونحط فيهم 4 راس طعمية ونرش عليهم رشة ملح وفلفل وكمون من طبق كان حطه الراجل بتاع الطعمية على ترابيزة جنب الطاسة. بعد كام سنة كده ظهر للوجود مطعم اسمه ويمبي. وقتها كنا منبهرين جدا بالهمبرجر والجو الأمريكاني والاختراع الجديد علينا اللي اسمه الكاتشب. بعد كده ظهر الاختراعات كنتاكي، بيتزا هات، هاردز، كوك دور، ماكدونالدز. كنا في البداية بنعتبر الأماكن دي بتاعت ولاد الزواج، وكنا بنقعد نحوش أسبوع ولا 2 عشان نخرج نروح مكان منهم، وبعدين نقعد بقى نحكي للعيال التجربة الفريدة دي وكأننا رواد فضاء لسه راجعين من رحلة استكشافية لأطراف المجرة. ونقعد بقى نحكي لهم عن طعم الكاتشب المسكر ولسعة المستردة واللي ازاي اننا بندفع الأول وناخد أكلنا على صينية، شغل أمريكاني بقى. بعد سنين اكتشفنا ان المطاعم دي اصلا في امريكا مطاعم شعبية، وان الفاست فود ده حاجة مضروبة، لا هو شياكة ولا بتاع الزوات خالص، بالعكس ده بتاع الغلابة اللي ما يقدروش على تمن المطاعم اللي بجد. وطلع انبهارنا ده كله مجرد عبط من شوية عيال. بمناسبة العيال بقى اللي هم أصحابي، يعني زملاء المدرسة والشغل والحياة، لما كبرت اكتشفت إن كتير قوي منهم ما كانوش يختلفوا عن الفاست فود والشغل الأمريكاني ده. في أول معرفتك بيهم تنبهر وتشوفهم ولاد أصول وولاد زواج، لغاية ما يجي موقف ورا التاني وتبدأ تفهم إنهم كانوا فاست فود في حياتك أو جنك فود ولا مؤاخذة يعني. واللي ما يعرفش الجنك فود هو أكلة كده ليها سعرات حرارية عالية ولكن المحتوى الغذائي بتاعها منخفض جدا. هو شيء جذاب وممتع لكن من غير أي قيمة أو قيمته الغذائية قليلة جدا. وعايز أقول لكم إن الجنك فود ده بيتعمل في المعمل مش في المطبخ، بمعنى إنه مش أكل زي ما ربنا خلقه. دول أخدوه وعالجوه كيميائيا عشان يبقى ليه طعم وريحة عشان يعيش فترة أطول مش زي الأكل الطبيعي. المهم سيبنا من الجنك فود ده دلوقتي وخلينا نكمل صحابنا الفاست فود. كل ما تكبر يبدأ انبهارك يقل أكتر وأكتر، وتبدأ تعرف الناس على حقيقتها وتعرف تقيم وتقدر تغربل وتلغي من حياتك كل اللي ما يستاهلش يفضل فيها، وتبدأ دايرة الأصحاب والزملاء والفاست فود دي تقل من حياتك وتدور على الصاحب البلدي مش الخواجة، لغاية ما يجي يوم تلاقي نفسك راجع لوحدك لفرن العيش البلدي وقرصين الطعمية السخنة ورشة الملح والكمون، وتلاقيهم في الحقيقة كانوا أطعم بكتير قوي من الهمبرجر والكاتشب. بس انت اللي ما كنتش عارف تستطعم ولا عارف تقدر قيمتهم، انت اللي كنت مبهور بشوية أونطة. هتفهم بعد سنين طويلة ان سخونية العيش والطعمية كانوا دفع وعزوة وطوب على مقاسك ولايق عليك، وان رشة الملح والكمون دي كانوا محبة ومجدعة وأصل طيب. بس ما نكذبش على بعض، انت اللي كنت عامل فيها خواجة ولابس البورنيطة على الجلابية. هتفهم أخيرا إن حلاوتهم من البداية كانوا بلدي مش أمريكاني. دمتم في عز.